إذا مرت بك شبهة من الشبه التي تطرح في مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بالدين الإسلامي، هذا الشبهة غالبا تتعلق بثلاث أبواب: إما باب العقائد، وإما باب الأحكام يعني الحلال والحرام، وإما التاريخ، تدخل في سياق تاريخي معين. أنت أول ما تشوف الشبهة اللي راح تتعلق بقلبك، حاول تتعامل معها بطريقة علمية شرعية لكي تخرج بنتيجة إيجابية ولا تخرج بنتيجة سلبية. أول حاجة تصنف هذا الشبهة تحت أي صنف تدخل، هل هي تحت باب العقائد أو باب الأحكام ما يتعلق بالحلال والحرام، أو في السياقات التاريخية التي كانت في الإسلام سواء حقبة الصحابة ولا ما بعد من الخلفاء والملوك. لما تصنفها اسأل نفسك: هل هذه المسألة التي تدخل تحت باب الفقه أو باب العقيدة أو سياق تاريخي، هل أنا مخاطب بها شرعا، مكلف بها شرعا؟ إذا كنت مكلف بها شرعا ولا خطاب عام، إما أن تكون خطابا عاما أو تقع تحت التكليف الشرعي تاعك، إما أن تكون صلاة ولا صيام من فرائض الأعيان، يعني أنت مخاطب ومكلف، يجب أن تعرف هذه المسألة وما يتعلق بها من أحكام شرعية. أو سياق عام، مثلا الجهاد وأنا مانيش من أهل الجهاد وما كانش جهاد، مثلا الزكاة وأنا ما نزكيش، وهكذا. ثم الصلة تأصيل شرعي علمي شرعي، يعني ترجعها لأصل هذه المسألة. هذه الشبهة هذه مثلا شبهة تراضع الكبير، مثلا الشبهة التي تتعلق بمسائل العقائد، نردها لأصلها الشرعي. ما حكم هذه المسألة في الدين؟ خلينا من الردود والكلام والجدال، نأصلها، نعرف اسكو راني مخاطب بها ولا خطاب عام، ونرجع نأصلها وهل هي حقيقية عندها أصل في الدين ولا لا. إذا ما كانش عندها أصل في الدين ومجرد كذب وإشاعات، خلاص أرمي وفوت. إذا عرفت باللي عندها أصل في الدين نرجعها لأصلها. وش هو الحكم تاعها هذه المسألة؟ ماذا قال فيها أهل العلم؟ إذا كان تحت باب الأحكام تبدأ من المذهب تاع البلاد تاعك، مثلا في المذهب المالكي ماذا قال فيها المالكي، ثم لما تعرف الحكم في المذهب تاعك ولا حتى في مذاهب أخرى تبحث عند المحققين ماذا قالوا في هذه المسألة، وش هو حكمها الشرعي وبعدها الشرعي، ماذا يتعلق بها من أحكام، سواء كنت مكلف ومخاطب بها ولا حكمها. مثلا في شبهة رضاع الكبير، وش هو أصلها هذه رضاع الكبير؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت هناك صحابية اسمها سهيلة وزوجها سهل، كان عندهم غلام، لما كبر يعني متبنيين، لما كبر أصبح زوجها يرى، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترضعه، يعني شاب صغير، أن ترضعه 5 رضعات في إناء. تعرف أنت أصل القصة، ثم تبحث عن سندها الصحيح وسبب ورودها، تلقى باللي هذه هي القصة. ثم وش هو محل النزاع؟ أنه أمنا عائشة كانت ترى هذا الحكم أنه يسري على كل الناس، حكم عام، يعني نرضع أيوة. أمنا عائشة ما كانتش ترضع، بعض الجهلاء يحسبون أنه أمنا عائشة اللي ترضع، هي تأمر أخواتها أن يرضعن من أرادت أن يدخل عليها، يعني يخدمها ولا يدور عليها، ما تحجبش عليه من الغلمان، ترضعوا. واحدة من أخواتها اللي يرضعوا عندهم الولاد تعطيه من حليبها 5 طيصان ولا مشبعات، يولي محرم تاعها ولد أختها، يولي يتعامل معاها بلا حجاب وبلا حرج. أمنا عائشة كانت عندها نظرة فقهية وهي عالمة، إذا اجتهدت وأصابت فلا أجران وإذا أخطأت فلا أجر، صحابية رضي الله عنها. هذا بالنسبة للمسلمين، اللي ما مش مسلمين احنا ما نهضرش معاهم، نهضر للمسلمين اللي يحبوا يفهموا. كانت اجتهدت قالت هذا حكمها. أمهات المؤمنين الباقيات قالوا لا، هذا حكم خاص بسهيلة رضي الله عنها فقط، سلامة، ولا ندخل علينا أحدا بها. واش دير أنت؟ معليش، هذا محل النزاع. واش هو الراجح من أقوال أهل الاجتهاد وأهل التحقيق وأهل العلم؟ الراجح أنه لا يصلح حكم عام، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم، أنه كانت خاصة بالصحابية سهيلة، هذا محل اجتهاد وهذا هو الراجح من أهل العلم، يعني أهل التحقيق وأهل الاتباع اللي عندهم الأدوات باش يجتهدوا في المسألة. تأخذ أنت الحكم، أنه الحكم الشرعي في هذه المسألة أنه يعني السياق التاريخي تاعك كيف صارت،
وهاو محل النزاع وهاو الحكم الشرعي الراجح وتنتهي القضية. هذا بالنسبة لي كمسلم. هذا ما يتعلق بباب الأحكام، وهذا ما هوش أمر مكلف به. أنت راجل ما ترضعش، عندك مرتك ترضع، الراجح أني ما نخليش مرتي ترضع وتدخل عليها واحد كبير وما هوش من الآخر تاعها، خلاص انتهينا من القضية. إذا كانت تتعلق تدخل تحت باب العقائد، مسائل الجنة والنار، مسائل الملائكة، النبوات، الذات الإلهية، أيضا هذه شبهة. قضية النزول، قضية صفات الله، نرجع واش هو الآخر الأصل تاعها في الدين، عندها أصل هي واش يقولوا فيها أهل التحقيق اللي هما أهل السنة والجماعة. الحكم الشرعي كذا، خلاص نحفظها والحكم الشرعي تاعها نعرفه وتنتهي القضية. وإذا كان تحت سياق تاريخي نحاول أني نعرف السياق التاريخي الصحيح عن طريق دراسة الأسانيد التي وردت في الأحاديث والروايات في تلك القصة. كيف أدرس الأسانيد؟ نرجع لأهل التحقيق، أهل العلم، يبينوا صحة الأسانيد، من ضعفها، من انقطاعها، من شذوذها، كذا كذا، ونعرف السياق الصحيح الذي يتعلق بتاريخ الصحابة ولا تاريخ الخلفاء ولا تاريخ الملوك ولا غيره من الغزوات، ولا نعرف القصة الصحيحة الأقرب للصحة وما قاله أهل السنة والجماعة والسلف، يعني ما تواتر من كلام أهل العلم، نعرف بلي هذه هي القصة الصحيحة وما دونه فهو كذب ومحاولة تشويه الإسلام، وتنتهي القضية ونخرج بفكرة ونخرج بزاد علمي ونخرج بطريقة إيجابية. بارك الله فيكم، اسمحوا لي الأذان والإذن، والسلام عليكم. نتمنى يكون فيديو نافع، والسلام عليكم.